زبونك؟ انا اعتقد ان الجزء الازرق، الازرقات اللي هنا اللي فيها عليها ايات قرانيه بالظبط كده. دي بالنسبه لك ده يعني الاكثر مبيعا؟ الاكثر مبيعا بالظبط كده. هو الناس كلها بتحب مثلا ان هي تعلق الايات القرانيه ديت كنوع من انواع ان هو يتبارك بيها، وفي نفس الوقت برضو ان هي كشكل ديكور معين. يعني احنا حتى بنحاول ان احنا نعمل التصميمات بتاعه الايات القرانيه بحيث ان هي تبقى كشكل جمالي يلائم ديكورات المنزل الحديث. السبحه ديت برضو من التراث القديم. ده شفتها دي زمان. بالظبط كده. قديمه قوي يعني فكرتها. بالظبط كده. كانوا بيكتبوا عليها اسماء الله الحسنى، بس احنا عاملينها 33 حبايه. وبرضو يعني هي وعندك الحاجات بقى اللي ايه اللي هناك دي لست البيت بقى اللي هناك. ايوه بالظبط كده. الطواجن ده جزء مهم عشان البيع بالنسبه لك. ست البيت وريني بقى. ده بيدخل الفرن ده بيخش الفرن وبيخش الميكروويف وكمان غساله الاطباق، ومعمول برضو بنفس التكشر اللي هي اللي بره، والالوان بتاعته سيف للطعام، يعني ما فيش فيها اي ضرر خالص. يعني احنا بنستخدم الجليزات اللي هي اللي ما بتتفاعلش مع الاحماض اللي خارجه من الاكل. عايز اسالك كمشروع، انت بالنسبه لك المشروع اصبح دلوقتي خلاص وقف على ارض صلبه وبقيت قادر انك انت لا الحمد لله تجيب احنا في خلال 5 سنين ايرادات كويسه؟ بالظبط كده. يعني احنا مثلا من 2018 لحد 2023 ابتدينا ننمو، يعني كل سنه بنمو فيها عن السنه اللي قبليها. يعني كل سنه، يعني انا دايما بقيس النمو بتاعي بحيث ان انا مثلا بالمبيعات وبالتوسع برضه. يعني مثلا بالمبيعات انا السنه دي مثلا مثلا 10، السنه اللي بعديها 20، السنه اللي بعديها 40 وهكذا. فانا الحمد لله في خلال ال5 سنين دول ولا سنه نزلت تحت، لا بنمو الحمد لله. ده مهم جدا. فهي نصدر. التصدير انا مش بصفتي، انما مثلا في كرييتيف ايجيبت اللي هو مركز تحديث الصناعه اللي هو تبع وزاره الصناعه. بياخدوا شغلي وبيطلعوا بيه معارض بره. وزاره التضامن برضو بتشارك في معارض خارجيه برضه، فبتاخد مننا شغل صراحه يعني وبتطلع بيه بره. وبرضه ايه اكتر بلد يعني تعتبر شاركت بيها بمنتجاتك وحبوا المنتج بتاعك؟ والله يعني احنا تجاربنا كانت في اذربيجان وكانت في البحرين وكانت في فرنسا، فالدنيا يعني كانت ماشيه كويس قوي. يعني اذربيجان كان مبيعات حلوه قوي، حبوا الشغل بتاعك، حبوا الشغل بتاعنا. البحرين حبوا خصوصا الشغل الازرق في البحرين. وفرنسا برضو حبوا الشغل الازرق برضو. فرنسا حبوا الشغل الازرق برضو. حبوا الحاجات بيحبوا الرموز، بيحبوا السمك، بيحبوا الموتيفات. بالظبط كده. هو طبعا على فكره لذيذه جدا الصغيره دي، عجبتني اكتر كمان من الكبار. يعني عامله لما يتحطوا على حيطه مثلا جنب بعض وبتاع يعملوا لوحه لذيذه جدا. جميله، فكرتها حلوه قوي قوي يعني. ما هي كل بلد الاسعار لطيفه. لا الاسعار اسعارنا كويسه، يعني اسعارنا كلها في المتناول. الاسعار جميله. يعني احنا دايما اسعارنا من 50 جنيه، يمكن اغلى حاجه البوله ديت مثلا ب 300 جنيه. تمام. يعني كل الترابيزه ديت من 75 جنيه او من 50 جنيه لحد 300 جنيه. ايه الحلم اللي جاي؟ ان انا اشتغل في الهاند ميد بورسلين اللي هي مش موجوده هنا في مصر. وإن يعني يبقى لينا يعني زي ماركه مسجله مثلا في السوق. يعني انا اوريدي اشتغلت فيها يعني او محدش يقدر يعمل الشغل دوت غيري. بس لما ابتدي اعمل الهاند ميد بورسلين دوت واحد من اكبر احلامي صراحه. ان شاء الله يعني. ان شاء الله تحققها، وان شاء الله لازم دايما يبقى في تحدي ان شاء الله. وفي الحرف اليدويه بالذات، رغم انها موروث شعبي الكل حرفاجي بينقله للاخر، لكن في الاخر كل واحد بيسيب بصمته، بيبقى عنده سره الخاص بيه. مش اي حد كده. وهي دي حلاوه اللعب، ان كل واحد يبقى عنده سره وعنده طعم. أكيد. وحاجتك ليها سر وحاجتك ليها طعم. اكيد. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. ده بس من حضرتك. انا بشكرك جدا، وان شاء الله نلتقي وانت محقق حلمك الاكبر بقى. ان شاء الله باذن الله. انا سعيد جدا باللقاء الجميل دوت. يعني حضرتك يعني صراحه يعني من الناس اللي الواحد كان يتمنى ان هو يشوفهم من زمان. يعني اشكرك. شكرا جزيلا. شكرا جدا بجد. شكرا جزيلا.